بالنسبة لحراسة المرمى حمزة البكوج، علي الهمامي، أكرم بن ساسي، بالإضافة إلى اليون سيسي رقم 26 13 حمزة الجلاصي 34 أيمن الكثيري و18 سعد بقير و10 يوسف الفوزاعي، بينما 7 أحمد حسني و9 هشام السيفي. هذه الأسماء اللي موجودة للملعب القابسي في هذا اللقاء، والأسماء اللي خلينا نقول متوقعة مع الملعب القابسي ما قبل انطلاقة هذه المباراة. بينما النجم الساحلي أيمن البلبولي الدولي الحارس التونسي بوجود من اليمين اليسار حمدي النقاز، عمر الجمل وزياد بوغطاس وغازي عبد الرزاق ومحمد أمين بن عمر وحمزة الأحمر، وبالإضافة إلى علي البريقي ولومهيبي وكذلك بغداد بونجاح، بالإضافة إلى الخليل بنغورة. هذه الأسماء اللي بالتسجيل إذا ما تحدثنا عن اللقاءات المباشرة اللي جمعت الفريقين في مختلف البطولات. هذه واحدة للأمام، هذا الأول جول لمصلحة فريق الملعب القابسي. يتقدم القابسي مع الدقائق الأولى، يتقدم القابسي مع الدقائق الأولى. هشام السيفي يجن جنون هنا المدرجات، وهشام السيفي يسجل أول أهداف الملعب القابسي. هنا شوف اللمسة، واحدة للأمام، نقلة محاولة، لمسة خلف المدافعين في غفلة وفي غفوة من دفاعات النجم، 1 و2 وإلى الشباك في أول الأهداف يتقدم فيها فريق الملعب القابسي. شوف اللقطة، شوف اللمسة، حلوة كانت من سعد بقير على عموم الكرة مرت هنا، السرعة موجودة، استلام من محمد أمين بن عمر للأمام، والتسديدة مرت سليمة، التسديدة مرت سليمة من هذا اللاعب هنا أمامنا اللي حاول بغداد. هنا شوف اللمسة وشوف التسديدة لكنها مرت لمصلحة الملعب القابسي. كرة ملعوبة أمامية حلوة في مكان، لكن برافو اللاعب طبعا سعد بغير اللي تم طبعا خلينا نقول الاستغناء عنه من قبل الملعب. هذه فرصة خطيرة لمصلحة النجم الساحلي، فرصة لتعديل النتيجة وتسديد. تزال المحاولة قائمة. هنا استلام مرة أخرى بالطرف الأيسر، خليل بنغورة يعيد الكرة، خطورة هنا محاولة لكن هنا تدخل من حارس المرمى لا تزال، والكرة إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة مرمى. هنا مطالبة بحالة تسلل في اللقطة الماضية، لكن حكم اللقاء أعطى استمرارية. شوف الكرة اللي مرت، شوف اللمسة، هنا اعتراض على وجود أوفسايد، على وجود تسلل في اللقطة الماضية، لكن أخيرا في الكرة الأخيرة وباللمسة الأخيرة هذه خطيرة. لو ضاعفوا النتيجة، لو ضاعف النتيجة. الملعب القابسي ملعوبة أمامية، هنا فرصة وتسديدة تصطد في المرة الأولى، عادت من جديد، هنا تمريرة في مكان النجم الساحلي. هذه فرصة محاولة وتسديدة لكن تصطد إلى ركلة زاوية عندنا في الطرف الأيمن على يسار حارس المرمى في المحاولة زاوية. كرة ملعوبة حالية أمامية رأسية لكنها مرت إلى خارج أرض الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى رأسية كانت من رمية جانبية لمصلحة النجم. هنا كرة مرت، هنا فيها لمسة، تمريرة في مكان خطير، فرصة للتعديل لكن التسديدة تصطد في اللحظة الأخيرة. برافو هنا بغداد بونجاح النجم الجزائري. بغداد على الكرة مرت مرة أخرى الآن لمصلحة النجم، عدت الآن في مكان سليم، فرصة عرضية خطيرة. أخطر كرات على حراس المرمى هي الكرة الأخيرة اللي عدت. محاولة موجودة للقابسي، مرت، عادت، هنا فرصة، جول! عزز أحمد حسني، عزز التقدم أحمد حسني. ما الذي يحدث مع الملعب القابسي؟ إذن الهدف الثاني مع الدقيقة 22 يأتي التقدم والتعزيز للملعب القابسي. هنا يأتي الفرحة الكبيرة والتقدم بهدف. هذه الأمور حتى هذه اللحظة يأتي الملعب القابسي ويقول لا مفاجآت، ليعطي أداء كبير. حتى هذه اللحظة هو متقدم بهدفين لكن ما ينتظر مفاجأة. هذه واحدة عرضية لكن فيها أوفسايد عليه الكورتين. شوف هنا، لا الكرة سليمة والنقل هذه سليمة لأنه اللاعب اللي استلم الكرة وطبعا ما كان فيها أي تسلل حسب ما شاهد القابسي. هنا خطأ موجود، إذا ننتظر الصافرة والكرة ملعوبة عالية أمامية بالراس، تبعد، تتخلص، تعود مرة أخرى. هنا محاولة وتسديدة لكن سهلة حتى الآن. عادت الآن خليل
بانغورا يلعب العرضيه، هذه خطوره، راسيه تتحول، فرصه موجوده، قائمه، استلام وتسديده مره اخرى تصطد، لا تزال، لكن الى وين؟ الى ركله او الى حارس المرمى. اعتراض كان من لاعب النجم انه في لمسه يد، اعتراض انه كان في لمسه يد في اللقطه الماضيه، لكن الامور مرت بسلام. كره مرت منقوله في الطرف الايسر، هنا خطوره قادمه بالنسبه للنجم الساحلي، وهنا عرضيه، لكن حارس المرمى برافو على دفعتين، على دفعتين حارس المرمى نديم بن ثابت، وهو ثابت حتى الان امام كرات النجم الساحلي. عبد الرزاق يمشي كره للامام، وصلت الان بغداد بونجاح، يحاول الان لمسه في مكان خطير، فرصه لاول اهداف، لكن كره تبعد، وصلت من جديد اقصى اليمين، هنا مرت عرضيه، فرصه لتقليل، نعم هو الهدف، هو الهدف، هنا ياتي بتسديده رائعه، تسديده قويه جدا، مرت على يسار نديم ثابت، ياتي من خلالها الهدف رقم 1 لمصلحه النجم الساحلي، يقلص الفارق من خلال هذه الدقيقه، ومن الدقيقه رقم 37 ياتي هدف التعدي او هدف التقليص لمصلحه النجم الساحلي. شوف اللمسه، شوف الكره الاولى اللي ظهرت بشكل سليم، عادت العرضيه، هنا استلام موجود وياتي الهدف. اوه قويه جدا، خليل بانغورا يسجل هدفه الرابع الشخصي، يعادل هشام السيفي لتقليص الفارق. ممكن التوقيت حقه والهدوء اللي كان بعده، على العموم لا تزال محاولات موجوده للنجم، 1 و2. نتابع هنا تسديد، واصطدت فرصه للتعديل، جول، عدلوها، عدلها النجم الساحلي، عدلها النجم الساحلي عن طريق بونجاح بغداد، يسجل الهدف الثاني، يعادل رقم بانغورا ويعادل رقم هشام السيفي في هذه النهائي. اذا هدفين لهدفين، الاولى مرت الحارس والقائم، ثم عادت بالخطا، هنا وصلت وعدت هنا للهداف، للنجم الهداف بونجاح بغداد، يسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 42، يأتي التعديل 2-2 مع النجم الساحلي، يريد أن ينهي هذا الشوط متقدما، هذا ما يفعل، كرة ملعوبة أمامية، لكن إلى منقولة الأمام سريعة، اسمع صوت الجمهور بعد هدف التعديل، الهدف 21 دقيقة على ما الكرة مرت سريعة الآن. علي البريقي يمشي كرة الأمام، هنا فرصة موجودة، لكن موجودة على منتصف الملعب الجابسي، مهارة موجودة من محمد أمين، ينقل له كرة حلوة في مكان، فرصة الآن، لكن ملعوبة، برافو هنا حمزة الأحمر يسدد كرة، بالعارضة الكرة الماضية، تسديدة رائعة كانت ومباغتة جدا لحارس المرمى، لكنها مرت سليمة، عدت سليمة على فريق الملعب القابسي. الله عليك، الله يا حمزة، شوف اللمسة الماضية. جلاسي 1-2، هذه حلوة، هنا انطلاقة لمصلحة الملعب القابسي، تأخر وخروج من حارس المرمى. الملعب القابسي ممكن تكون كورتين أو 3، لكن فيها هدفين، هنا كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، هي تسديدة لكنها بعيدة. عمار الجمل يمشي كرة للأمام، محمد أمين يحاول يلعب كرة، الله على الكرة، الله على الكرة الماضية، لا تزال، وتسديدة إلى خارج أرض الملعب، حلوة كانت لمصلحة النجم الساحلي، لمسات رائعة، 1-2 وصول مباشرة، شوف اللمسة الرائعة، شوف الاستلام من بونجاح بغداد، لكن أخيرا الكرة مرت إلى يسجل طبعا علي الهمامي في الدقيقة 42. هشام هنا محاولة، فرصة، جول، لكن فيها أوفسايد في اللقطة الماضية، لأنه كان في موقف تسلل، وإشارة كانت من اللاعبين البدلاء شوي ينزلون الملعب من الحماس، شوي ينزلون الملعب. هنا كرة للملعب القابسي، هنا ممكن الخطورة للقابسي، ممكن لمسة، هذه فرصة تدخل، يتمشى، هو صفر وتمشى شوية، شوف التدخل، هنا يقول حكم اللقاء ننتظر، وهنا تسديدة، جول، هدف ثالث يأتي لقابس،
نجم من نجوم كرة القدم التونسية والمنتخب الأولمبي، يأتي سعد بقير يسجل ثالث الأهداف لكن لاعبوه. وهنا نتابع الكرة بعدين نتحدث نشوف هنا محاولة عرضية لكن إلى حارس المرمى كما تسمعون أنتم. نعم هو قلص الفارق بالفعل أو عدل النتيجة، والله يرمكونه. على العموم عدل النتيجة خلينا نشوف هو هذا، إذا هو هذا الهداف، لأن عنده 5 أهداف، عنده 3 قبل والآن هدفين. إذا بونجاح بغداد يسجل الهدف رقم 3 ويعادل النتيجة 3-3. يبدو الأمور كذلك حتى هذه اللحظة. هذه هي المشكلة نتحدث عنها. على العموم 1-2 الآن انقطاع وهنا الهدف. هي الأمور كذلك. شوف الجمهور، شوف فرحة الجمهور هنا في ملعب اللقاء بهدف تعديل، لكن مباراة للأمانة على طراز عالي. شكرا ملعب القابسي، شكرا نجم كرة مرت سريعة لمصلحة الملعب القابسي، يعني محاولة موجودة لكن هنا الكرة التونسية والمنتخب التونسي، هذه محاولة، فرصة لرابع الأهداف. هذا الرابع لا، الكرة تتخلص. برافو، وتسديدة كادت هنا يا بونجاح، كادت يا بونجاح بغداد أن تكون هاتريك في أهدافك وهاتريك في بطولة فريقك، في البطولة رقم 3 على التوالي. لكن هنا الكرة الماضية والتسديدة الأخيرة تأتي قوية من اللاعب علي البريقي اللي مرت إلى خارج أرض الملعب. شوف هنا النجم الساحلي، والله عدت ومرت فرصة لعرضية في الطرف الأيمن، مرت وعدت تحضير وتسديدة. برافو، وخلص الكرة وخلص المرمى من كرة خطيرة، كرة ملعوبة أمامية. هنا محاولة، الله على المهارة، الله على المهارة يا حمدي. جول! يتقدم النجم الآن وطار النجم برابع الأهداف، مر النجم برابع الأهداف. نعم هذا ما يفعلوه أبناء النجم الساحلي، هذا ما يفعلوه أبناء الكابتن فوزي البنزرتي. يأتي هنا الهدف رقم 4، يتقدم النجم لأول مرة برابع الأهداف. شوف اللمسة، شوف الوصول، شوف الهدف الأخير، شوف ماذا يفعل بونجاح، شوف ما يفعل بونجاح بغداد. فعلها هنا بعرضية، سجلها وهاتريك. نعم هو الهاتريك يا بونجاح بغداد. يأتي بالهدف رقم 4، يتقدم للمرة الأولى في هذا منظم تماما. كرة مرت، كرة ملعوبة، كرة منقولة، محاولة عرضية تصد، تغير اتجاه رأسية لكن ونقل الكرات، خاصة نتحدث عن نقلات حمزة جلاسي ونقلات أيمن الكثيري. على العموم هذه الأمور تسير بهذه النتيجة، تسير بهذه الطريقة. والكرة مرت في الطرف الأيمن، عرضية خطيرة، هذه فيها أوفسايد. توجه له ومنح بطاقة حمراء مباشرة. شوف بعد كده حكم اللقاء، لكن بطاقة حمراء مباشرة بهالشكل لا أعتقد أنه قرار سليم أبدا. لكن ملعوبة في الطرف الأيمن سريعة لمصلحة الملعب القابسي، ملعوبة عرضية ولكن دخول من حارس المرمى. عادت مرة أخرى هنا تسديدة لكن إلى خارج. 4-3 لا يزال التقدم للنجم الساحلي. هنا كرة ملعوبة للأمام لكنها نتابع الخطأ في كرة ملعوبة حلوة في مكان، فرصة الآن للتعديل. جول! لا، الكرة مرت سليمة، عدت سليمة، واحدة من الكرات الخطيرة بل الأخطر لمصلحة فريق الملعب القابسي. شوف النقلة، شوف الكرة اللي مرت، شوف الرأسية اللي عدت، وشوف الإبعاد أخيرا إلى خارج أرض الملعب. المباراة يعني 7 أهداف. لا أعتقد أنه بعد هذه الإثارة لا أعتقد أن بعد هذه الإثارة المباراة النهائية من أمام النجم الساحلي. بنزرتي يعطي تعليماته ولم يهدأ، بينما خليل بانغورا يمارس هوايته بإضاعة الوقت، وهذا ما حدث لحكم اللقاء. إذا مع هذه اللحظة بطولة للمرة الثالثة على التوالي يحرزها فريق النجم الساحلي. إذا ألف مبروك للنجم الساحلي، هذا اللقب العاشر في تاريخه والثالث على التوالي. فرحة كبيرة طبعا للاعبوها النجم الساحلي بهذا التتويج وبهذه الفوز وبهذا الانتصار ب4 أهداف مقابل 3. لا أنسى بالتأكيد أن أشكر ملعب القابسي على هذا المجهود والعافية.